بناتنا وأولادنا مش هيدفعوا فاتورة الجهل وعدم الوعي، مش هيورثوا مجتمع بايظ. احنا هنسدد الفاتورة دي مع بعض علشان نسلم لهم مجتمع آمن يقدروا ينتجوا ويعيشوا فيه بسلام، يقدروا يشوفوا مستقبلهم، واللي احنا شفناه مش لازم أبدا هما يشوفوا. أنا البطلة اللي أنقذت أمي ورجعت لها حقها وكرامتها زي ما هي بتقول. بس أول سؤال بقى لماما، ليه شايفاني بطلة؟ بطل جامد. ليه بطلة جامد؟ ليه بقى؟ دي كرامتي. الحمد لله فضل ربنا، ثم الحكومة، ثم بنتي اللي رفعت راسي وردت كرامتي. ودلوقتي جه الوقت علشان ادربكم انتوا كمان تكونوا ابطال، تحموا نفسكم وتحموا اولادكم وتحموا اهاليكم. واول قاعده اللي لازم نفهمها اننا ما بنسيبش اهالينا ولا اراضينا. يلا على الحلقه الجديده. بناتي وشبابي الحلوين، أبطال المستقبل، انتوا شايفين ان الدنيا والمجتمع فيه حاجات خطر عليكم ومضايقاكم؟ الحقيقة ان احنا ورثناه كده للأسف، والحقيقة اللي انتوا ما تعرفوهاش ان جيلنا كان بيحاول دايما يصلح لكم الامور قبل ما انتوا تورثوها. بس الفكرة واللي انتوا ما تعرفوش ان احنا لما كنا بنعترض كنا بنبقى تقريبا منبوذين، فكنا بنتعامل معاملة وحشة قوي، فالبطل فينا هو اللي كان بيقدر يقاوم مرتين ثلاثة وبعد كده بيحبط وبيسقط. دلوقتي انتوا لما بيبقى في حاجه مضايقاكوا بتطلعوا على السوشيال ميديا مع بعض وبتشتكوا لبعض وبتلاقوا ان انتوا مجموعه حلوه كده بتشجعوا بعض. على ايامنا لا، ما كانش فيه الحاجات دي خالص. على ايامنا اللي كان بس بيفكر ان هو يعترض كان بيشوف وش انتوا ما تعرفوش عنه حاجه. والحقيقه ان احنا كنا بنحاول بقدر الامكان نبقى حائط سد منيع. هو مش منيع قوي يعني، على قد ما بنقدر سد علشان ما توصلكوش كل الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها. بس احب اقول لكم اللي احنا ما قدرنيش، بس دلوقتي احنا محتاجين نعمل كده لان الخطر زاد عليكم قوي، والفكره ان انتوا عزاز على قلبنا قوي. فعلشان كده احنا مع بعض، احنا وانتوا هنساعد بعض ان احنا نتعلم ونسدد الفاتوره اللي ورثناها من الاجيال السابقه، ونحقق لكم مجتمع امن تقدروا تنتجوا وتبدعوا وتعيشوا فيه بكل سلام. وبما ان انا اصلا بتعامل مع عرايس دايما، فبدايه اي مجتمع بيبتدي من الاسره، فالبنوته بقى بتبتدي بناء الاسره دي من عندي. فزي ما انا بساعدها تبقى زي القمر يوم فرحها، فانا كمان هساعدكم دلوقتي تقدروا تبنوا مجتمع امن ليكوا، سواء احنا فضلنا مستمرين معاكم او سلمناكم زمام الامور، فتقدروا انتوا تسيطروا على الوضع وتكملوا في الصح من غيرنا. يلا بينا نبدأ مع بعض أول درس من دروس الصحة النفسية. بس قبل ما ندخل مع بعض في دروس الصحة النفسية محتاجين نعدل شوية حاجات كده في البيئة اللي احنا عايشين فيها علشان نقدر نوفر لكم مكان آمن ونوفر لكم مجال أصلا تقدروا من خلاله تحسنوا صحتكم النفسية. علشان طبعا طول ما الصحة النفسية تمام وفل هتقدروا تعيشوا زي الفل. وأول حاجة لازم نتكلم فيها هو إن احنا نفهمكم طبيعة الحياة، علشان من خلال فهمكم لطبيعة الحياة هتقدروا تفهموا انتوا عايزين ايه ومحتاجين تحققوه ازاي. فأول حاجة هنتعلمها مع بعض النهاردة هو الصراع الأبدي اللي للأسف وافقنا أو رفضنا فاحنا هنتحط فيه. عارفين احنا محتاجين ايه علشان نقدر نظبط الأمور؟ محتاجين نمسك طرف الخيط. لو مسكنا طرف الخيط هنعرف نكر البقرة كلها، والله صدقوني. صدقوا المثال ده جه بما ان انا بعمل فستان لعروسه اليومين دول، بس ماشي ما علينا. لو مسكنا طرف الخيط وفهمناه كويس قوي هنعرف نكر البقره كلها بكل سهوله، ونعرف نوفر لكم مجتمع امن تعيشوا فيه، نعرف نحقق لكم مستقبل افضل. لكن طول ما احنا في الصراع ومش فاهمين هو جه منين وليه وازاي والله في السماء، ما هنعرف نعمل اي حاجه خالص وهنفضل طول الوقت نتخانق مع بعض. بس بما ان الانسان اصلا بطبعه عايز يعيش في هنا وسعاده ورخاء وحياه حلوه، فاحنا محتاجين نبذل شويه مجهود مع بعض عشان نحقق ده. يلا بينا. اول حاجه هنتكلم فيها هو الصراعات اللي بتحصل حوالينا اللي ورثناها للاسف وعماله تزيد وتستمر وهتفضل مستمر. انا محتاجه ارجع بيكم كده للبدايه خالص خالص، زي ما قلت لكم نمسك طرف الخيط علشان نفهم من خلاله هنعمل ايه. وده في علم النفس اسمه الإرشاد بالمعنى. بس هنركن علم النفس شوية، مش هنتكلم في أي موضوع نفسي دلوقتي، هنتكلم في حقيقة الحياة أصلا.
معظمكم وخصوصا السن الصغير دايما لما بيقع في مشكلة بيقعد يسأل نفسه ليه أنا؟ طب وهخلص منها إزاي؟ والحياة هتفضل مستمرة كده ولا لأ؟ طب أنا محتاج أعيش في هنا وسعادة وعايز أعيش في هدوء. طبعا حق كل واحد، بس الحقيقة إن عشان تقدر تحقق لنفسك الموضوع ده لازم تفهم سبب المشاكل إيه أصلا. أولا هنشرح قصة سيدنا آدم علشان نفهم من خلالها طبيعة البشر وطبيعة الصراع اللي بنتحط فيه غصب عننا. في ناس ممكن تعترض وتقول ايه اللي جاب علم النفس اللي انت هتتكلمي فيه بقصة سيدنا آدم؟ هل انت مرشدة دينية؟ هقول لك لا والله ابدا، انا مش مرشدة دينية ولا الدين مجال تخصصي، انا تخصصي في علم النفس. فلو انت عايز تسمع الدين تروح لأهل علم الدين، ولكن في حاجات معينة كده انا كبني ادم عاديه لازم ابقى فاهماها، وهي اصلا اللي خلتني اتعلم علم النفس ومن خلاله اقدر افيد البشريه. هو ايماني بوجود ربنا وايماني بوجود الشيطان. هتقولي ما تكلمنيش في غيبيات، هقولك الغيبيات دي هي حقيقه الحياه اصلا. مع بعض يلا بينا بقى نشرح قصة سيدنا آدم من وجهة نظري اللي عايزة أوصلها لكم علشان نفهم إحنا هنعمل إيه مع بعض في الحلقات الجاية. سيدنا آدم اتخلق في الجنة، وسيدنا آدم هنا هو مثال لكل واحد فينا، فاحنا هنتخيل القصة زي ما حصلت مع سيدنا آدم بتحصل مع كل فرد فينا. ربنا خلق سيدنا آدم في الجنة وقال له اتبسط وعيش وكل وتهنى واعمل اللي انت عايزه، بس انت مطلوب منك تعبدني. وانت بتعمل بقى الحاجات دي، الشجرة اللي هناك دي ما تاكلش منها، اعمل اللي انت عايزه بس ما تاكلش من الشجرة اللي هناك دي. دلوقتي سيدنا آدم مبسوط في الجنة اللي احنا كلنا أصلا بنتمنى ندخلها، وعمالين نتخانق مع بعض دلوقتي مين بيعمل إيه مش داخل الجنة ومين بيعمل إيه داخل الجنة، وكأننا حطينا نفسنا مكان ربنا، استغفر الله العظيم يا رب، وبقينا كده إيه بنحاكم بعض ونقول مين داخل ومين مش داخل. فسيدنا آدم أصلا اتخلق في الجنة دي. فدلوقتي بقى سيدنا آدم مبسوط وعايش في الجنة من غير تعب ولا شقاء ولا أي حاجة خالص، متنغنغ. فمين بقى مش عاجبه الموضوع ده؟ الشيطان، واحنا كلنا عارفين. فالشيطان بقى قاعد عمال يغلي ويهري وينكت كده في نفسه ومش عاجبه الموضوع خالص، وعايز سيدنا آدم ينزل من الوضع الحلو اللي هو فيه ده لوضع أقل منه شوية. طب هيعمل ده يا ترى ازاي؟ صح، انتوا صح، هيوسوس له. بس هيوسوس له ازاي وبايه؟ هيوسوس له بالشجره، الحاجه الوحيده اللي ربنا منع سيدنا ادم عنها، وبيوسوس له بالشجره علشان سيدنا ادم يظلم نفسه زي ما اعترف لربنا وطلب منه المغفره. فاللي بنفهمه دلوقتي بقى ان الشيطان موجود في حياتنا كلنا علشان يخلينا نظلم نفسنا زي ما خلى سيدنا آدم يظلم نفسه. فعلشان كده احنا محتاجين نفهم ان احنا طول الوقت هنبقى في صراع سواء بمزاجنا او غصب عننا. فاحنا محتاجين نفهم نفسنا وتأمرنا بايه، رغباتها ايه، احتياجاتها ايه، ازاي نقدر نروضها، ازاي نقدر نحميها ما نأذيهاش. فعلشان كده السلسلة اللي انا عاملاها لكم دي عاملاها لكم علشان نتعلم علم النفس، العلم اللي ربنا رزقنا بيه، اللي المفروض كل واحد يبقى عنده خبرة فيه علشان يقدر يحمي نفسه من الصراع اللي الشيطان هيحطنا فيه. فلغاية كده فهمنا ان ربنا خلقنا علشان نعبده، وفي نفس الوقت قال لنا كلوا واشربوا واتبسطوا. في نفس الوقت الشيطان عايزنا طول الوقت نغلط ونظلم نفسنا علشان ننزل من الوضع المريح اللي احنا فيه لوضع اقل. ولو ركزتوا مع نفسكم كده هتلاقونا كلنا اوقات كتير بنختار اختيارات للاسف بتندلنا وتزعلنا على نفسنا، ونقول احنا غلطنا في حق نفسنا علشان كده انا نزلت من الوضع المريح اللي انا فيه لوضع اقل. ايا كان الوضع اللي انت فيه، شغل، جواز، مع الاهل، مع اي حاجه، برضه هتلاقي نفسك غلطت غلطه اذيت نفسك فيها ونزلت من الوضع المريح اللي انت فيه لوضع اقل، وده من عمل الشيطان. فالشيطان بقى وظيفته ان هو ينزلنا من الوضع اللي احنا فيه، سواء وسوس لنا احنا، سواء استخدم ناس تانية، لان بالمناسبة في شياطين انس حوالينا كتير زيهم زي شياطين الجن بالظبط، وهنتكلم عليهم في الحلقات الجاية. كل حلقة هنمسك فكرة معينة ونتكلم فيها بتفاصيل تفاصيل التفاصيل علشان نستوعب احنا داخلين على ايه. فدلوقتي اللي نطلع منه في الحلقة دي
هو ان ربنا بيحبنا وخلقنا علشان نعبده وخلقنا علشان نعيش عيشة كويسة، ولكن الشيطان دايما موجود ومتربص لنا، مش هيسيبنا نفضل مرتاحين. هيحاول يستخدم أفكارنا، يستخدم الناس اللي حوالينا، يستخدم أدواته كلها علشان ينزلنا من الوضع المريح اللي احنا فيه لوضع أقل ونعيش في نكد وهم وغم. طيب ما ربنا عارف ان الشيطان متربص لنا، طيب هو سابنا كده؟ لا والله أبدا. ربنا ادانا القواعد الدينية اللي المفروض نمشي عليها، وادانا برضو العلم اللي المفروض نمشي عليه. لو حققنا الاتنين دول وفهمناهم كويس قوي هنقدر نعيش عيشة كويسة، هنقدر نفهم كل الصعاب وكل التحديات وكل المشاكل اللي الشيطان هيحطها قدامنا. طب احنا هنقدر نفهم كل ده ازاي؟ محتاجين نجتهد شوية ونبذل شوية مجهود. ففي الحلقة الجاية ان شاء الله هنشرح مع بعض ازاي سيدنا آدم غلط وازاي الشيطان استخدم افكاره علشان يخليه يأذي نفسه. طب احنا المفروض نعمل ايه علشان ننقذ نفسنا؟ كانت فكرة الحلقة دي كلها النهاردة هو اننا نفهم معنى الحياة اصلا. احنا موجودين ليه؟ علشان نعبد ربنا. ربنا خلقنا ليه؟ علشان بيحبنا وعايزنا نعيش حياة كويسة، سواء في الجنة زي ما خلق سيدنا آدم أو في الدنيا. هو برضه خلق لنا سبل راحة كتير جدا، بس بسبب المصاعب اللي الشيطان بيحطها قدامنا وبسبب استخدامه لأفكارنا ويخلينا نظلم نفسنا مش قادرين نعيش الحياة دي. فاحنا محتاجين مع بعض بالراحة وواحدة واحدة كده نفهم كل حاجة علشان نقدر نحقق لنفسنا الحياة اللي المفروض نعيشها أصلا. وكده تبقى حلقة النهاردة خلصت. أسيبكم بقى واخد بكرة الخيط بتاعتي عشان عندي عروسة محتاجة تجهز وتبتدي حياة جديدة. فالسلسلة دي معمولة لكل عرايسي ولكل بناتنا ولشبابنا علشان نبتدي احنا نتعلم ازاي نساعدهم يعيشوا حياة أفضل ولا يدفعوا فواتير غيرهم ولا يعيشوا في حياة صعبة. فاحنا مع بعض ان شاء الله هنبتدي نجتهد ونتعلم نعمل ده ازاي. الجاي الناس اللي تعملوا لايك وشير للفيديو لو حسيت ان هو فاتكم في حاجة او هيفيد غيرنا علشان يوصل لهم. متنسوش تستنوا الفيديوهات الجاية. دمتم بخير، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي الفل. فاول حاجة محتاجين نتعلمها في حاجة كده، في اصوات غريبة، والله في اصوات غريبة. ده صوت على الطيارة طيب ولا مش عارف؟ ده صوت ايه مش عارف. ماشي ازاي؟ في اول حلقة معانا النهاردة مش ممكن